اهلا وسهلا بحضراتكم. ودي صورة فندق مشهور قوي بس مهجور في الزمالك. كلنا بنشوفه احنا ماشيين على النيل، من ناحية العجوزة كده بتشوفه في الزمالك، او لو انت رايح الزمالك بتشوفه برضو. انا اوضح لكم صورة اوضح برضو. اهي هو ده الاوتيل اللي ايه اللي حصل فيه في الدور ال13 النهارده قدام حضراتكم. اظن كلنا كده عرفناه، المبنى اللي شبه منفصل دوت. كده وضحت الصورة اهي دي. ايوه. ايه اللي حصل بقى في الدور ال13 النهارده اللي في الفندق ده بالذات؟ اللي حصل زي ما حضراتكم شايفين كده، ان في حريقة شبت فيه، نار شبت فيه في الدور ال13 من ساعات، يعني من حاجات بسيطة كده. دي الصور الأولى لحريق فندق مهجور في الزمالك. تواصل سيارات الإطفاء، أو دلوقتي هي أوشكت على إنها أطفأت الحريق واضح في الحتة، في الطابق ال13 اللي هو ده اهو قدام حضراتكم، ونازل من الناحية التانية الدخان اهو. تواصل طبعا انتقلت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، وتواصل جهودها لإخماد الحريق الذي اندلع. أهلا وسهلا بأصدقائي، أصدقاء صفحة دفتر أحوال. أهلا بيكم دايما. يا رب كده طلتكم الجميلة علينا يعني إن شاء الله. الحريق ده اندلع منذ قليل في الطابق رقم 13 بفندق مهجور في منطقة الزمالك بالقاهرة. عفوا. وكان المرة قد شاهدوا نيرانا تخرج من نوافذ الفندق، وتم إبلاغ الدفاع المدني وأجهزة الأمن، والتي فرضت كردونا في محيط الحريق لمنع اقتراب المواطنين. طبعا عشان الحريق ما ينفعش حد يقف عنده. والسيارات من ناحيته، ومحاولة تطاير النيران من ناحية أخرى. يعني هي كانت بتبعد العربيات والناس، وبيحاولوا يسيطروا على تطاير النيران من ناحية أخرى. وتتواصل الجهود على كافة المستويات لاحتواء الموقف، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شاب داخل فندق في منطقة الزمالك من الطابق ال13 دور ال13 لفندق مهجور بمنطقة الزمالك، والحمد لله دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح. وتلقت غرفة عمليات. أهلا وسهلا بيكم. يا ريت كده اللي معانا يقول لنا هو منين ويعلق لنا، أو ما تنسوش اللايك والشير يعني. طبعا كانت الحريق شاب في الدور ال13 لفندق مهجور بمنطقة الزمالك دون وقوع أي إصابات. وكانت غرفة عمليات النجدة ومديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغ بنشوب الحريق داخل الفندق المهجور في الزمالك، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى المكان اللي فيه الحريق، وبصحبتهم 5 عربيات. ويجري رجال الحماية محاولتهم للسيطرة على النيران، ويتواجد رجال المباحث بمحيط الحريق لكشف ملابساته بالكامل، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداد ألسنة اللهب لبقية الأدوار. وتم إخماده دون وقوع أي خسائر بشرية. الحمد لله إنه اتطفى وتسيطر عليه. قعد لمدة أكتر من ساعة ونص أو ساعتين، وتم السيطرة عليه الحمد لله، وتحرر المحضر عن الواقعة، واختارت النيابة العامة لتباشر التحقيق. طبعا النيابة في الحالات دي بتقرر تشكيل لجان هندسية ولجان أخرى لبحث وحصر التلفيات اللي
تسبب فيها الحريق أو اللي خلفها الحريق، وتقدر ويتم تقدير قيمة التلفيات والحاجات اللي تم التهامها من ألسنة اللهب، وبتروح طبعا للنيابة، وبيتم سؤال الموجودين أو المسؤولين عن المكان. دي كانت تغطيتنا دلوقتي، فقلنا نقولها لحضراتكم. أشكركم وإلى اللقاء. كان معاكم في اللايف نجوى عبد العزيز، الصحفية القضائية، وإلى اللقاء في متابعة أخرى إن شاء الله من دفتر أحوال. شكرا.